أهلا بحضراتكم. طبعا السخرية جزء أصيل من الشخصية المصرية. يعني في أحلك الظروف ممكن يكتب بوست أو يقول نكتة، دي سخرية معروفة. لكن الوضع دلوقتي اتغير حضراتكم. هنركن السخرية على جنب وهنسأل أسئلة مشروعة. السؤال الأول حضراتكم بيقول إيه عندنا؟ هل دخل المواطن المصري العادي يكفي احتياجاته الأساسية؟ حضراتكم الأسئلة دي أسئلة اعتراضية، وتسمى أسئلة اعتراضية في اللغة، يعني أنا هسأل السؤال وهجاوب عليه، ده معنى السؤال الاعتراضي. طبعا قطعا الإجابة لا، مفيش حد النهاردة من المواطنين دخله يكفي احتياجاته. حضراتكم السؤال الثاني، هل يشعر المواطن بالراحة والاستقرار؟ لا، ده في ناس ما بتنامش الليل يا عيني، بيبقى بيفكر هيقضي يومه ازاي، ويا ترى بكرة اللي جاي له هيقضي ازاي. إذا في زعزعة اجتماعية هنا. هناخد الأسئلة على السريع عشان ما نطولش على حضراتكم، لكن حضراتكم شاركونا برأيكم. السؤال الثالث حضراتكم، هل أسعار في متناول المواطن العادي؟ قولا واحدا لا. النهارده الأسعار زادت على الناس لدرجة وصلت للإرهاق. حضراتكم السفرة المصرية أو الطبلية المصرية اللي بنحط عليها الأكل، هل تغيرت؟ طبعا اتغيرت، وبقيت فيها أصناف ناقصة. يعني حتى وصلنا للأكل حضراتكم، وضيف على كده العلاج وما إلى ذلك. إذا الطبلية المصرية أو السفرة المصرية اتغيرت في نزول مش طلوع. هل الشعب راضي عن أداء الإعلام المصري؟ طبعا قولا واحدا حضراتكم، الناس بتشوف المذيعين على التلفزيون بتحول للمحطة، لأن مفيش مصداقية. بيحسوا إن الإعلاميين بيتكلموا في وادي والناس في وادي تاني. عندنا حضراتكم مجموعة من الأسئلة الشرعية اللي هي بديهيات الحياة، تشعر إن الإجابة فيها مخيبة للآمال. طب هل في غضب في الشعب المصري؟ قولا واحدا الشعب على آخره، ده الشعب بيغلي، الشعب متضايق، الشعب يعني مش عارف يقول إيه. عنده في غضب في الشارع المصري، في غضب عند الشعب. طب هل القرارات الحكومية والتصريحات بترضي المواطن؟ بيشعر معاها بالاطمئنان، بيشعر معاها بالصدق؟ أعتقد إن في أزمة ثقة. حضراتكم ملاحظين إن في أزمة ثقة. حضراتكم عندنا أسئلة كتير وكتير وكتير، لكن هنكمل الموضوع ده في فيديو تاني إن شاء الله، عشان الفيديو ما يكونش طويل عليكم. لكن الأسئلة اللي سألناها حضراتكم دي تمثل الحياة الاجتماعية. في زعزعة في الأمن الاجتماعي النهاردة. حضراتكم الأمر صعب على الشعب المصري. حضراتكم الناس مش قادرة تكمل. وفقنا الله لما فيه الخير. سلام الله عليكم ورحمته